السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني جدا جدا كالعادة. رسالة للجميلة اللي متضايقة من وجودي على اليوتيوب: ما تتفرجيش، ما تشتركيش، مضايقاكي ما تبصيش على الفيديوهات بتاعتي، اعملي لا ايه، اعملي اخفاء للمحتوى، اعملي اي حاجة معرفش، مهم طالما وجودي مضايقك كده والفيديوهات بتاعتي بتضايقك ما تتفرجيش عليها. اهم حاجة صحتك. ده الكلام كده، الغل اللي طالع من الكلام، من الحروف، من السطور. متضايقه قوي كده ليه يا ماما؟ باخد فلوس من جيبك؟ بجبرك ان انت تتفرجي؟ ما تتفرجيش. ايه اللي مضايقك؟ الرساله بتاعتك على فيديو نظام اللقيمات في الصيام انا مثبتاها. اللي يحب يا بنات يتفرج على قله الذوق والكره والغل اللي طالع من ما بين السطور يتفرج عليه، على التعليق بتاع الانسه. ربنا يهديكي. اعرف انسه ولا مدام ولا واحد ولا ايه؟ انا بقالي مده اصلا ما بنزلش فيديوهات على القناه. لو حضرتك متابعه هتعرف ان مفيش فيديوهات بتنزل على القناه الا كل فين وفين، اساسا فيديو شورتس كده، اي حاجه بتنزل. بحاول ان انا ما بعدش بس عنكم، بس طبعا التشجيع والطاقه الايجابيه مالين القناه بصراحه يعني. والله انتي شجعتيني على فكره ان انا ارجع تاني، وان شاء الله قريب جدا باذن الله هنبدا تحدي 21 يوم. بقيه الشهر باذن الله هنشترك في تحدي 21 يوم، والفيديو هيتجهز وهينزل باذن الله يوم الخميس الساعه 8 بتوقيت القاهره. هتلاقوا الفيديو على القناه. ويا رب كده تتشجعي وتخسي، لانهم هيقبضوا على كل المفاجيع وكل الناس اللي اكيد حضرتك مفجوعه من المفاجيع، اللي ما بيحبوش الدايت ومتضايقه قوي ومش حابه ان انت تدخلي تخسي. فالكلام عن الدايت بيضايقك وبيتعبك وانت بتحبي الاكل. اتعلمنا مع اللقيمات علمتنا حاجه حلوه قوي. علمتنا ان في حاجه اسمها الرضا المؤجل. يعني انا الحاجه قدامي اخد منها كميه بسيطه وهقنع شويه وهاخدها، موجوده قدامي، مش هتطير، مش هتطيري والله. فان شاء الله ربنا ييسر لنا امورنا، ودايما تكونوا بخير وصحه وسعاده وتخسوا معانا. وشكرا لكل الناس الحلوه اللي بتبعت لنا كلام ايجابي يشجعنا، وشكرا للناس الحلوه برضو اللي بتبعت لنا كلام يبين ان هي قد ايه بتحب الدايت وقد ايه متشجعه وقد ايه نفسها تخس. يا رب تخس، يا رب، يا رب تتشجعي بدل ما تتخني. الشغل دلوقتي بقوا بيعملوا له اختبارات سمنه، مسابقات التربية والتعليم بقى بيشترطوا فيها الوزن. لو عايزة تشتغلي مدرسة، المدرسة لازم تبقى خفيفة ورشيقة. لو عايزة تبقى دكتورة برضو، الدكتورة لازم تبقى قدوة. معرفش انتي اساسا جنسي ملتك ايه ولا شغلتك ايه. لو عندك شجاعة جاوبي عليا وردي على الفيديو ده. ان شاء الله قريب جدا هتشوفي وشي على طول كتير على القناة بإذن الله. وشكرا للناس اللي بتحبني ودايما تشجعني وتحط لي لايكات كتير. سلام عليكم.